مش هوصيك يا علي يا اخويا على حسن ابني، ده ملوش حد في الدنيا من بعد غيرك. خلفته على كبر وامه ماتت وهي بتولده، حتى فلوسي وميراثي صرفتهم كلهم وما سبتلوش حاجة للزمن. ما كنتش عارف ان ربنا هيكتب لي الخلفة. ده انا حتى اشتغلت عندك في المصنع عامل باليومية عشان اعرف اصرف عليه واعلمه كويس. ليه بس يا بابا بتقولي الكلام ده؟ ما تقولش كده، انت هتخف وهتقوم بالسلامة. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يوم واحد يا بابا. ما تقولش الكلام ده يا سعيد يا اخويا، هتقوم بالسلامة وهتبقى كويس وزي الفل، وهتفرح بابنك وتجوزه كمان، وهو في عينيا من غير اي حاجة، هو زي ابني بالظبط. وبعدين لو على مسألة شغلك في المصنع، انا قلتلك انت مهندس كبير وقد الدنيا، وقلتلك ما تتعبش نفسك وهتقعد في اكبر مكتب اداري في المصنع. انت اللي رفضت وصممت تنزل تشتغل بايديك. أقعد على مكتب مش من حقي، فلوسي وضيعتها. يا ريتني كنت عملت زيك وتعبت وكبرتها. على الأقل كنت سبت لابني حاجة يتسند عليها. مش هوصيك تاني عليه. قلبي مش قادر. بابا أخويا بابا. أخويا. أنا مش عارف أعمل إيه في الدنيا دي من غيره، هو كان كل حاجة ليا، ماليش حد في الدنيا من بعده. ما تقولش كده يا حسن يا ابني، انت مش لوحدك في الدنيا. ابوك ما كانش محتاج يوصيني عليك، انا زي ابوك بالظبط وانت زي ابني. مش هسيبك لوحدك ابدا، انت هتيجي معايا البيت وتعيش معايا هناك. تعالى يا حسن، خش يا حبيبي، ما انتش غريب، اتفضل بيتك يا حبيبي. انا مش عايزك تستغرب خالص يا حسن يا ابني، البيت بيتك واحنا اهلك، ولو احتجت اي حاجة يا حبيبي قولي عليها على طول. تعالي يا إنجي، سلمي على حسن ابن سعيد أخويا، اتوفى النهاردة بعد صراع طويل مع المرض. ازيك يا حسن؟ معلش ما تزعلش بقى يا حبيبي، ربنا يرحم باباك ويغفر له. ما كانش عامل حساب الزمن ولا حساب ان هيسيب عيل وراه. صرف كل فلوسه وكان راجع للمصنع عند عمك، فاكر ان هياخد منه كل اللي هو عايزه. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما تتكلميش بالطريقة دي عن أخويا الله يرحمه، وتفضلي يلا روحي جهزي لقمة للولد ياكلها. أرجوك يا عمو، أنا مش عايز أكون سبب لأي مشكلة ليك هنا في البيت. خليني أرجع أقعد في البيت بتاعي اللي كنت قاعد فيه مع بابا، ولو حضرتك احتجت تطمن عليا تعالالي هناك. لا طبعا يا حسن، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عمري ما وافق على حاجة زي كده. ازاي تقعد في بيت لوحدك من غير ما حد يبقى معاك، لا يخلي باله عليك ولا يهتم بيك؟ كنت فين يا أستاذ آدم كل ده؟ باباك بيسأل عليك من بدري عشان تقعد مع حسن ابن عمك. أصل عمك سعيد اتوفى النهاردة وهو جه يقعد هنا معانا في البيت. مين ده اللي هيقعد معانا في البيت يا ماما؟ ازاي اقعد في بيت واحد مع واحد معرفهوش وما يعرفنيش واحنا اصلا مش صحاب؟ ناقص تقولي كمان ان هو هيقعد معايا في نفس الأوضة. لا طبعا، انا لازم اتصرف والاقي حل عشان يمشي من هنا. وريني شطارتك، بس مين بقى اللي هيسمح لك بحاجة زي كده؟ باباك؟ لا يمكن، ده متمسك بوجوده هنا جدا، ولو عرف بس ان احنا ضايقناه مش هيسكت لنا، ولا يمكن يسمح له ان هو يمشي. يا حبيبي يا بابا، الفيديوهات اللي بينا والصور هفضل كل شوية أتفرج عليهم عشان أفضل عايش في ذكريات الأيام الجميلة بتاعتنا. ليه يا بابا سبتني لوحدي؟ عمي مش عايز يسيبني، وأنا مش هبقى مستريح هنا، وأنا حاسس إن أنا مش مرغوب فيا، ومش عايز أكون سبب مشاكل لعمي في بيته. أهلا، إزيك يا حسن؟ الحمد لله يا آدم. إيه يا ابني، أنا عرفت من ماما بحالة الوفاة بتاعت عمي سعيد، وكنت رايحة أعزيك في البيت هناك، واتفاجئت منها إن أنت مش هناك، قالت لي إن أنت هنا. أكيد طبعا جاي تريح أعصابك يومين وراجع تاني. شكرا يا آدم على اهتمامك. الموضوع كله بس إن عمي اتمسك بيا إن أنا أريح أعصابي عندكم هنا يومين، وأكيد راجع بيتي تاني، مش هطول معاكم ما تقلقش. لا لا لا، قلق ايه؟ انا مش قلقان ولا حاجة. اقعد براحتك زي ما انت عايز. الحكاية كلها ان انا عارف انك مش واخد علينا ومش واخد على المكان، فكنت خايف ان انت تبقى مش واخد راحتك يعني. عمو، عمو ثواني ما تخرجش، عايزك في موضوع. خير يا حسن يا حبيبي، محتاج فلوس ولا حاجة؟ لا لا يا عمو شكرا، انا مش محتاج فلوس ولا حاجة. انا كل اللي محتاجه من حضرتك انك توافق ان انا ارجع البيت بتاعي. هناك هكون مستريح اكتر. هناك كل ذكرياتي مع بابا، كل ركن، كل حاجة حلوة عملناها مع بعض. لما هعيش في البيت هناك هحس ان هو لسه معايا. ارجوك يا عمو احترم رغبتي، وما تحرمنيش حتى من ذكرياتي مع بابا. لا طبعا يا حسن، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انت قلت لي قبل كده وانا رفضت، وقلت لك لا يمكن اسيبك لوحدك.
انت في حد هنا ضايقك ولا حاجة؟ لأ خالص يا عمو، ما حدش ضايقني خالص، بس الموضوع كله إن أنا هابقى مستريح هناك أكتر، وهانزل الشغل عندك في المصنع زي ما كنت بانزل مع بابا كل يوم، وهناك هنتقابل أنا وأنت وهتشوفني وتطمن عليا، وهابقى أجيلك هنا من وقت للتاني، وأنت برضه يا عمو تبقى تجيلي هناك من وقت للتاني. أنا مش عارف أقولك إيه يا ابني، أنت صعبت القرار عليا أوي. أنا عارف إن كل ذكرياتك مع والدك في البيت ونفسك ترجع تعيش هناك عشان تحس إنه لسه موجود معاك. أنا هوافق بس بشرط زي ما أنت قلت أشوفك كل يوم في المصنع هناك، وتيجي من وقت للتاني تقعد معانا هنا يومين تلاتة، وأنا برضه هجيلك في البيت هناك. شكرا ليك يا عمو إنك وافقت وقدرت إحساسي وقدرت موقفي. يا فندم يا فندم الحق كارثة كبيرة. في ايه يا جابر؟ في ايه؟ طمني، ايه اللي حصل؟ المكنة الكبيرة يا فندم، المكنة الأم عطلت، وبالتالي مفيش إنتاج، لأن هي اللي بتطلع المرحلة الأولى اللي بيدخل على المكن التاني بعد كده في المراحل التانية. المصنع كله عطلان ومفيش أي إنتاج. طب وساكتين ليه؟ ما اتصلتوش ليه بالشركة المصنعة تبعت لنا حد من الصيانة يشوف ايه الموضوع بتاعها؟ طبعا يا فندم عملنا كده، بس حضرتك عارف ان المكن كله استيراد الخارج، وهو خلاص ما بقاش في الضمان. ولما كلمنا الشركة المصنعة قالت لازم تبعت لنا خبير معاه قطع غيار شاملة، وده طبعا تكلفته هيبقى عالية جدا، لأن تكلفته هتبقى علينا إحنا على المصنع هنا. حضرتك دي مش أول مرة المكنة تعطل فيها، بس كان الباشمهندس سعيد أخو حضرتك الله يرحمه كان هو اللي بيقف على المكنة دي دايما، ولما كانت بتحصل فيها أي مشكلة كان هو اللي بيصلحها بنفسه. إن المكنة دي تكلفة صيانتها عالية قوي، وهو كان بيوفر علينا المبالغ دي كلها وبيصينها بنفسه. بيتي اتخرب خلاص، أعمل إيه؟ أتصرف إزاي دلوقتي؟ أنا مش معايا المبالغ دي كلها، المصنع يا دوب بيجيب مرتبات الموظفين بالعافية. خير يا علي، في ايه مالك؟ اول مرة ترجع بدري كده. ده انا حتى لما كلمتك في المصنع صوتك معجبنيش، ولما سألتك قلتلي لما هاجي افهمك ايه اللي حصل. في إن بيتي اتخرب يا إنجي، المكنة الكبيرة باظت ومش معايا تمن تصليحها، والإنتاج في المصنع واقف، وأنا ماضي عقود على تسليم إنتاجية لسه ما خلصتش، ده أنا حتى كنت قابض تمنها عشان أقبض العمال والموظفين. لهوي، إيه اللي انت بتقوله ده؟ انت عارف معنى كلامك ايه؟ ده احنا ممكن نبيع البيت اللي احنا عايشين فيه. انت هتدفع ازاي الشروط الجزائية اللي موجودة في العقود بتاعة الطلبيات دي لو ما اتسلمتش في ميعادها؟ ولا العمال والموظفين هيسكتوا ازاي على مرتباتهم واول الشهر خلاص قرب؟ كل اللي قلت عليه ده كان المفروض يحصل من زمان قوي، لولا أخويا المرحوم سعيد هو اللي كان متولي أمر المكنة دي من غير ما يشيلني همها. كل ما كانت بتعطل كان بيتعب فيها لحد ما يصلحها. سعيد اللي انت ما كنتيش طايقاه ولا حتى طقتي ابنه لما جه يقعد معانا يومين، كان شايل عننا هم كبير قوي. يا ريتك كنت عايش يا سعيد يا اخويا، كنت لحقتني من الكارثة اللي انا فيها دي. وعيد ميلادي الليلة مين؟ الواد دمدم الواد دومة. يلا بقى، فين حفلة العيد ميلاد يا جماعة؟ مش هتجهزولي الحفلة ولا ايه؟ بس اسكت، انت مش حاسس بحاجة خالص. ايه يا ماما؟ في ايه؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ مش المفروض ان حفلة عيد ميلادي بكرة وان انتوا بتجهزوا ليها؟ لا يا آدم، للأسف مش هنقدر نعمل حفلات عيد ميلاد، في ظروف صعبة جدت عليا في الشغل، ويا عالم اللي جاي هيكون ايه. انسى بقى الحياة دي، احنا ممكن اصلا نبيع البيت وما نلقاش ناكل بعد كده. وبعدين يا علي كده مش معقول، مش هتفضل قاعد بالشكل ده. بقالك كام يوم لا أكل ولا شرب ولا بتتكلم مع حد. لازم تقوم تشوف حل، إن شاء الله حتى تستلف فلوس من أي حد أو حتى تطلب قرض. فرض ايه اللي هطلبه يا انجي؟ يعني انا لو كان قدامي حل زي كده فكرك كان ايه اللي هيأخرني عنه؟ انا كنت واخد قرض قبل كده ولحد دلوقتي لسه ما سدتوش، امال انا شايل الهم ليه؟ انا مش عارف اجيب مرتبات الموظفين ولا اسد القرض ولا ادفع شروط الجزاء اللي هتبقى مفروضة في عقود الطلبيات اللي ما اتسلمتش. غريبة، جابر بيرن عليا، اكيد طبعا بيشوفني عملت ايه. ايوه يا جابر، هاجي اعمل ايه بس يا جابر؟ لسه ما لقيتش اي حلول. ايه؟ بتقول ايه؟ المكنه اشتغلت؟ ازاي اشتغلت ازاي؟ مين اللي صلحها؟ بتقول مين؟ حسن ابن سعيد اخويا؟ لا لا لا، انا جاي لك حالا، لازم افهم الموضوع بالظبط. المكنه اتصلحت يا انجي، جابر رئيس العمال كلمني وقال لي ان حسن ابن اخويا سعيد هو اللي صلحها، الانتاج رجع يشتغل تاني في المصنع. انا مش قادر اصدق. إيه؟ بتقول إيه يا علي؟
انت بتتكلم بجد؟ الولد ده عبقري جدا، عمل كده ازاي؟ لا لا لا، الولد ده لازم تديله مكافأة كبيرة قوي، انقذ حياتنا فعلا. شفت القدر يا إنجي؟ ما كنتيش طايقة أخويا، وانت ما كنتيش تعرفي إن هو كان شايل عننا كتير، ودلوقتي ابنه بيقوم بنفس الدور. لولا ابنه حسن إن هو راح المصنع وعرف يصلح المكنة، زماني أنا وانتي بايعين المصنع والبيت ومرميين في الشارع. عندك حق يا علي، انا فعلا كنت غلطانة وظلمت الولد ده جدا. حتى لما جه البيت هنا في عز ما كان موجوع على فراق ابوه زعلان، ما وقفتش جنبه وعملته معاملة وحشة جدا. انا ندمانة على اللي انا عملته ده، وبجد نفسي اصلح غلطتي. أيوة سكرتارية، ابعتيلي حسن بسرعة. حسن ابن المرحوم أخويا. تعالى يا بطل، تعالى يا عبقري، تعالى اللي أنقذت عمك من الخراب. قولي انت عملت كده ازاي؟ انت معجزة. انت شلتني من كوارث كتير كانت هتحصل لي يا ابني. الحمد لله يا عمو، ربنا وفقني ان انا اصلح المكنة عشان كنت باجي مع بابا هنا كل يوم الشغل، وكنت بشوفه وهو شغال عليها، ولما كانت بتعطل كنت بشوفه ازاي بيتعامل معاها ويصلحها. عشان كده اول ما ريحت اعصابي يومين وقلت انزل الشغل، اتفاجئت اول ما جيت ان الانتاج واقف والمصنع مش شغال. ولما سألتهم ايه الحكاية وعرفت ان المكنة عطلانة، دخلت عليها وعملت زي بابا ما كان بيعمل بالظبط، والحمد لله اشتغلت. طب يلا بينا بقى يا بطل على البيت، مش عايزين نتأخر. انجي عاملالنا غدوة جميلة قوي احتفالا بالإنجاز العظيم ده، وابن عمك كمان مستنيك في البيت. هو اعترف لي بالطريقة البايخة اللي اتكلم معاك بيها لما كنت عندنا، وعايز يعتذر لك. أسرتك مستنياك يا حبيبي. المصنع والبيت اللي انت أنقذتهم دول بقوا من حقك بالظبط زيك زينا. اتفضل يا أبو علي. نورت بيتك يا حسن، انا بعتذر لك يا حبيبي على الطريقة اللي انا عملتك بيها اول ما جيت. اعتبرنا من النهاردة احنا اسرتك. وانا كمان يا ابو علي عايز اقول لك حقك عليا، من النهارده اعتبرني اخوك وصديقك وكل حاجه في الدنيا. ربنا يخليكم ليا، انتم اسرتي اللي ربنا عوضني بيها بعد ما بقيت لوحدي في الدنيا. وعشان كده لازم بقى نحتفل باليوم الجميل ده.